ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله هقول لكم وصفه حلوه جدا لكل واحده بتعاني من المسام الواسعه والحبوب. الوصفه دي حلوه جدا، سحريه بجد. هي بتتكون من خطوتين بس. اول ما اقول لكم اول خطوه انزلوا بقى اشتركوا في القناه ومش تنسوا اللايك. اول حاجه معايا هحتاجها هي زيت الزيتون. ماشي. هعمل ايه بقى؟ اول خطوه دي همسح وشي كله، دي اول حاجه بزيت زيتون. دي اول حاجه انا هعملها، همسح وشي بزيت زيتون، بشرتي بزيت الزيتون. دي اول خطوه. ماشي. تاني خطوه معايا بقى هعمل ايه؟ هجيب طبق وهحط فيه معلقتين من النشا صغيرين. تاني معلقه اهي. ماشي. وهنزل بقى على النشا بايه؟ ميه دافيه، مش ميه سخنه ولا ميه فتره، لا انا عايزاها تبقى ميه دافيه. وهنزل بالراحه لحد ما تبقى عجينه كريمي معايا. انا عايزاها كريمي، هقلب لحد ما تبقى عجينه كريمي معايا كويس قوي. قلبت فيهم لحد بقوا معايا بالشكل ده كريمي كده. وهدهن بقى بشرتي. انا دلوقتي دهنتها زيت زيتون وقعدت يعني هتدلكي بشرتك كويس قوي بزيت الزيتون لمده دقيقه. وبعد كده النشا بالميه الدافيه هحطها على زيت الزيتون كماسك. تمام. وهسيبه لمده ربع ساعه معايا. بعد ما دهنت النشا، خليط النشا الكريمي اللي بالنشا وميه اللي بالنشا والميه الدافيه، وسبته ربع ساعه. هو بيتساب ربع ساعه وبعد كده بيتشال بميه فتره، ميه فتره من الحنفيه. وبعد كده لازم امشي وشي بمكعب من التلج. ماشي. هغسل بقى ايديا واوريكم النتيجه. الطريقه دي حلوه قوي لكل اللي بيعاني من حبوب في الوش والمسام الواسعه، عايز ينظف وشه. الطريقه دي حلوه جدا. هغسل بقى واوريكم النتيجه. بعد ما غسلت الماسك، الطريقه دي بتنظف الوش جدا. بصوا ايدي نظيفه جدا. ليه؟ لانها بتنظف المسام حلوه قوي وبتضيق المسام، بتنظف الوش لو في اي حاجه بتنظفها، بتنظف البشره. فعلا وصفه سحريه. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي مش تنسوا تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامه.